اوقات كتير جدا بتنزل افلام بتتظلم، مش لانها افلام كانت حلوة جدا وخارقة للطبيعة من كتر جمالها والناس ما شافتهاش، ولكن لانها كانت محاولات جيدة وكان ممكن يطلع منها كتير ولكن ده اتظلم. سواء كان مثلا لان الفيلم كان معمول ببادجت قليلة جدا وطلع منها فيلم حلو، او سواء ان اللي عملوا الفيلم ده كانوا مجرد شباب وفي نفس الوقت طلعوا فيلم حلو جدا، او لان فكرة الفيلم حقيقي كانت جديدة ومبتكرة جدا ولكن الفيلم اتظلم لانه ما كانش مثلا فيه نجوم شباك او ما تعملوش دعاية كويسة او ايا كان. ففي قائمة النهاردة انا هكلمكم عن 5 افلام انا شايف ان هم ظلموا رغم ان هم كانوا افلام حلوة جدا. فالفيلم الاول معانا هو فيلم EUC. فيلم EUC من بطولة عمرو عابد وكريم قاسم وملك أورا ولطفي لبيب. الفيلم صدر عام 2011 وتقييمه على cinema.com هو 6.5. الفيلم بيتكلم عن شوية شباب في فترة ثانوية عامة بيجيبوا مجموع وحش جدا فبيقرروا انهم يفتحوا جامعة، بس كده. طبعا هو ده ما بيكونش قرارهم، يعني هم بيحاولوا يعملوا كدبة كده على اهاليهم والكدبة دي بتكبر منهم فبيقرروا ان هم يكملوا فيها ويفتحوا جامعة بجد. الفيلم بيناقش مشاكل التعليم والمشاكل اللي بتواجه الشباب بشكل عام في السن ده، وطبعا مشاكل ثانوية عامة نفسها ومشاكل الأهل وكليات القمة وكل الكلام ده. فيلم ممتع جدا وحلو جدا، فكرته جديدة وقايم على كتاف شباب جداد وقتها. طبعا هم دلوقتي بقوا ممثلين كبار ومعروفين يعني، ولكن وقتها هم كانوا شباب جداد لسه طالعين من تجربة أوقات فراغ وبعدها الماجيك اللي فشل وبعدها EUC. حقيقة أنا شايف إن التجربة دي كان المفروض يتم تقديرها أكتر من كده. الفيلم من تأليف عمر جمال ومن إخراج أكرم فريد. الفيلم التاني في قائمة النهاردة هو فيلم الدساس. فيلم الدساس صدر عام 2014 وهو من بطولة شوية شباب محدش هيعرفهم خالص مهما قلتلكم أسمائهم، ولكن هم محمد نشأت وتامر كرم وإيهاب الزناتي ومحمد يونس وسارة عادل ولطفي لبيب، يعني أعتقد أنتوا عارفين لطفي لبيب، وأحمد فتحي، أعتقد برضو أن أنتوا عارفين أحمد فتحي. الفيلم تقييمه على cinema.com هو 5.4. الفيلم بيتكلم عن مجموعة شباب كل واحد فيهم من طبقة اجتماعية مختلفة وعنده أفكار مختلفة وعنده دنيا مختلفة عن التاني وما يعرفوش بعض. بيجي لهم دعوة لأن هم يقضوا ليلة في بيت الهواري. ده بيت بيحيط بيه الكثير من الغموض. الدعوة دي جاية من قناة عاملة مسابقة، واللي هيقدر يقضي ليلة في بيت الهواري هيكسب الجايزة. ولكن بعد كده بنكتشف إن الموضوع أكبر من كده بكتير. فيلم الدساس هو واحد من أوائل محاولات الرعب الكوميدي في مصر، وبالنسبة لي هو التجربة الوحيدة الناجحة فعلا. الفيلم الوحيد اللي فعلا بشوفه ممكن أضحك وممكن أخاف. طبعا مش بخاف بمعنى أخاف يعني، ولكن يعني الرعب فيه متصمم كويس. غير كل ده بقى، الحاجة اللي بتخلي الفيلم ده مميز جدا بالنسبة لي هو قصته وتسلسل نهايته يا جماعة. الفيلم ده تسلسل نهايته محترم جدا وحقيقي بياخدك لقصة فيها رمزيات جميلة جدا جدا جدا، خاصة على الوقت اللي نزل فيه الفيلم ده. الفيلم مش تافه، الفيلم مش سطحي، لا الفيلم بيناقش قضية حقيقية. طبعا هو حاول يعمل ده بشوية شباب لسه بيبدأوا حياتهم، ولكن بجد أنا شايف إن الفيلم ده كان يستحق فرصة أكبر من اللي أخدها بكتير جدا. الفيلم من تأليف هشام يحيى ومن إخراج هاني حمدي. ونروح على الفيلم اللي بعده وهو فيلم أرمط بيت مرمط من بطولة أحمد آدم طبعا في شخصية القرموطي ومي سليم ودينا فؤاد. الفيلم تقييمه على cinema.com هو 6/10 وصدر عام 2019. الفيلم بيحكي ببساطة جدا عن شخصية القرموطي اللي بيلاقي نفسه محطوط في وسط مغامرة مجبور ان هو يكملها لآخرها رغم ان هو ملوش ذنب في اي حاجة من كل الاحداث اللي بتحصل. طيب ليه الفيلم ده بالنسبة لي انا شايف ان هو مظلوم؟ الحقيقة لان انا نفسي كنت واحد من اللي ظالميني. انا بحب جدا شخصية القرموطي طبعا اللي عملها احمد آدم اكتر من مرة، واللي كانت اخرهم بالنسبة لي هو فيلم معلش احنا بنتبهدل اللي عمل فيه شخصيتين، شخصية القرموطي وشخصية وحيد ابنه. كان فيلم ناجح جدا وكان فيلم حلو جدا وحقيقي كان بيضحك. ولكن من بعدها ويمكن بسبب تصريحات أحمد آدم وبسبب لقاءاته وبسبب ان هو الحقيقة من نوعية الناس اللي ما ينفعش ان انت تسمع كلامها كتير وما ينفعش تسمعها بتتكلم كتير، لان في ناس كده لما بتتكلم بتلخبط. يمكن أحمد آدم منه. انا كنت واخد منه موقف وكنت شايف انه لا، انا مش عايز اشوف احمد آدم في عمل دلوقتي، خاصة ان العمل ده هو تكرار لشخصية القرموطي.
ولكن الحقيقة وفي ساعة صفا كده في مرة قررت ان انا ادخل اشوفه، وفعلا اتفرجت عليه وحقيقي اتبسطت بيه جدا، وحقيقي هو فيلم ممتع جدا وبيضحك جدا. ولكن يا ريت الكلام ده ما يتمسكش عليا ان فيلم القرموطي في ارض النار نفس الكلام، لان فيلم القرموطي في ارض النار فيلم وحش يا جماعة، محدش يتفرج عليه. الفيلم من تأليف أمين جمال ومن إخراج أسد فولادكار، المخرج الشهير لرجل وست ستات طبعا. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم الجيل الرابع اللي صدر عام 2015. فيلم الجيل الرابع من بطولة شوية شباب وقتها ما كانش حد معروف منهم غير أحمد مالك، ولكن دلوقتي معروف منهم كمان خالد أنور وليلى فوزي وماركة حجار وعلي إسماعيل. الفيلم كمان كان فيه مجموعة من ضيوف الشرف، لأن هو بيحكي عن شوية شباب مراهقين حظهم السيء بيوقعهم إن هم يطلعوا من مصيبة، يقعوا في ضحضيرة في يوم أسود مش طالع له نهار. وكل ده بسبب محاولة شخصية رامي اللي بيأديها أحمد مالك إن هو يتعرف على بنت معجب بيها. الفيلم من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج أحمد نادر جلال. الفيلم ده هو تجربة شبابية عظيمة جدا، كان قائم على أكتاف 4 شباب لسه بيبدأوا حياتهم، منهم 2 حقيقي دلوقتي بقوا من الناس المهمة جدا على الساحة. ولكن في نفس الوقت الفيلم ده بجد بيضحك جدا وبجد ممتع جدا. الفيلم محققش كتير من الإيرادات ولكنه نجح جدا جماهيريا، وتقييمه على cinema.com هو 6.8/10. وحقيقة أنا أرشحه جدا لحضراتكم، وأتمنى أن حضراتكم تشوفوه، فعلا هيعجبكم قوي. والفيلم الأخير في قائمتنا النهاردة هو ممكن تستغربوه شوية، هو فيلم جوبا لمصطفى شعبان وداليا البحيري وأحمد سعيد عبد الغني. الفيلم صدر عام 2007 وهو بيحكي عن يوسف العمري، هو مصور باباراتزي، واللي ما يعرفش يعني ايه باباراتزي هو المصور اللي بيصورك غصب عنك، بيصور المشاهير وهم قاعدين في حاجة خصوصية، بيحاول ان هو يخترق خصوصية المشاهير، بيحاول انه يخترق خصوصية رجال الاعمال او الممثلين علشان ياخد منهم صور زي ما بنسميها كده مشتعلة، ينزلها في صحيفة او يبيعها لجورنال او ينزلها في مجلة وياخد فلوس قصادها ويقلب الرأي العام بسببها. حياته كلها كانت عبارة عن كده لحد ما بيحصل موقف معين بيخليه يكتشف ان حياته يمكن تكون كانت تافهة شوية وكانت محتاجة يكون فيها قضية حقيقية يدافع عنها. الفيلم ده حقيقة أنا شايفه اتظلم جدا، أنا شايف إن هو فيلم ممتع جدا. الفيلم تقييمه على cinema.com هو 5/10، ولكن أنا فعلا بحب الفيلم ده قوي وشايف إن هو اتظلم جدا يمكن جماهيريا كمان بعد ما نزل، وأعتقد إن هو كان محتاج فرصة حقيقية. الفيلم من تأليف محمد رفعت ومن إخراج أحمد سمير فرج. وبس كده، دي كانت قائمة النهاردة. عايزكم تقولوا لي في الكومنتس ايه الفيلم اللي انتوا شايفين ان هو حقيقي اتظلم وان هو كان فيلم حلو جدا، ويا ريت لو تقولوا لي كمان اسباب ظلمه من وجهة نظركم. سلام.